تعرف إنه ببريطانيا يعتنق الإسلام سنويًا من 5000 ل6000 شخص، وحسب الدراسات إنه من 60 ل75% منهم نساء، وحسب كلام النساء بيقولوا إنه وجدوا بالدين الإسلامي الحنيف روحانيات وشعور طمأنينة أول ما يدخلوا الإسلام، فالله يعز الإسلام والمسلمين. وهذه يعني حسب كمان الدراسات بيقولوا إنه بالسنوات الجاي ممكن يصير هذا العدد أضعاف. وبالنسبة للنساء إنه ليش أكثرهم نساء؟ لأنه حسب كلامهم دائما لما يدخلوا الدين الإسلامي ويقرأوا عنه أكثر وأكثر بيرتاحوا وبيجدوا نفسهم بالدين الإسلامي. فالله يا رب يعز الإسلام والمسلمين. وهاي المعلومة صراحة قرأتها ويعني وتفاجأت وانبسطت إنه ببريطانيا خصوصا يعني هذا العدد الكبير. فاكتبوا رأيكم بالتعليقات، صلوا على النبي. وكمان بيحكوا يعني لسه قاعدين بدرسوا انه ليش الرجال مش اكثر من النساء، ولكن يعني بيحكوا انه النساء دائما هم اكثر قراءة يعني، ودائما بحبوا يقرأوا ويكون عندهم وقت اكثر، فعشان هيك الرجال بالعادة ما دخلوا اكثر، لانهم حسب الكلام والدراسات انه مش كثير بيكون عندهم وقت يقرأوا ويتثقفوا أكثر. فهذا يعني السبب الفارق من 6% ل5% نساء. أستغفر الله وصلى على النبي بالتعليقات.